السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبابي الكرام، مرحبا بالأشقاء السودانيين. نبدأ طبعا الترحيب بالإخوة السودانيين، ومرحبا بكل المتابعين سواء من المغاربة أو من الأشقاء العرب. إذن إن شاء الله تعالى في هذا الفيديو سنتحدث عن قضية حمزة الموسوي. قضية حمزة الموسوي التي أثارت الجدل وخلقت زوبعة إعلامية كبيرة جدا. ثم نتحدث هل قضية حمزة الموسوي سوف تؤثر على نهضة بركان ومساره طبعا في دوري أبطال إفريقيا. إذن أولا يجب أن نعرف بأن قضية حمزة الموسوي هذه الذي فجرها هم أعداء المغرب. لا شك أن لجنة الانضباط يرأسها السنغالي عثمان كين، وكذلك يوجد عضو مصري. فلجنة الانضباط هذه بالضبط هي التي كانت قراراتها غريبة جدا فيما يخص موقعة نهائي كأس إفريقيا. صراحة المغاربة آنذاك بعد نهاية كأس إفريقيا لم يكونوا ينتظرون الفوز بالكأس، وإنما كانوا يرغبون في تسليط العقوبات الغليظة على المنتخب السنغالي وعلى الاتحاد السنغالي وعلى اللاعبون الذين انسحبوا وعلى المدرب، لأن الأخطاء التي ارتكبت جسيمة. المغاربة لم يكونوا يطمحوا إلى الفوز باللقب، ولكن مع الأسف الشديد تلك العقوبات الخفيفة التي أقرتها لجنة الانضباط في حق السنغال، وكذلك أقرت عقوبات غليظة في حق لاعبي المنتخب المغربي، هي التي جعلت فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية يترافع عن القضية ويمر بها إلى لجنة الاستئناف بدفعات قوية وبحجج وبراهين وأدلة قوية جدا. الشيء الذي مكن المغرب من الانتصار قانونيا على السنغال على مستوى الكاف، رغم أن لجنة الاستئناف فيها أعضاء من دول ليست لها علاقة ودية كبيرة مع المغرب. هناك بعض الدول ليست دول صديقة كثيرا، وإنما السنغال معروف أن السنغال هي دولة صديقة للمغرب وشقيقة مع المغرب. إذن فتصرفات لجنة الانضباط بقيادة عثمان كين السنغالي هي التي أدت بأن فوزي لقجع يرفع الأمر إلى لجنة الاستئناف، وبعد ذلك ينتصر المغرب قانونيا بناء على المادة 82 والمادة 84. إذن المغرب انتصر بشكل قانوني واضح ما فيه لبس، وحتى ردة فعل مجموعة من الصحافة العالمية وخاصة الأوروبية فهي قالت بأنه فعلا هذا القرار هو قرار منطقي ولكنه متأخر. فعلا كان متأخرا بالنظر إلى أن لجنة الاستئناف هي التي فيها لجنة الانضباط فيها مشكل. مرة أخرى لجنة الانضباط بالكاف هي التي تدفع بالهلال السوداني لأن يكون في مواجهة مع المغرب. الهلال السوداني الأشقاء في السودان من حقهم أن يدافعوا عن فريقهم. أنا شخصيا أقول بأن الإخوة في السودان من حقهم ترافع على فريقهم وتقديم الحجج والبراهين سواء للكاف أو الطاس أو غيرها، من حقهم ذلك، من حق الإخوة في السودان. أنا لست هنا من أجل إثارة الفتنة ضد الأشقاء في السودان، وأتمنى من الإخوة السودانيين كذلك أن يتجنبوا الفتنة، لأن بعض السودانيين تجدهم يكتبون تعاليق فيها إساءة للمغرب، على الرغم من أن المغرب يستقبل الآلاف من السودانيين. المغرب يستقبل آلاف من السودانيين. مدينة بركان وحدها المدينة الصغيرة تستقبل المئات من السودانيين ويشتغلون في المغرب دون عنصرية ودون مشاكل، وهم أشقاؤنا وإخوتنا. المغرب يحسن إلى الكثير من الدول والشعوب، ولكن مع الأسف الشديد دائما ما نجد أننا نحسن إلى الشعوب والدول وكذا، ونجد في المقابل أن الرد يكون لئيما ويكون التعامل صراحة فيه نوع من الحسد والبغض وكذا إلى آخره. إذن رأيتم كيف استقبلنا الشعوب، رأيتم كيف استقبلنا المنتخبات في كأس إفريقيا، ورأيتم كيف حاربوا المغرب. لماذا؟ لأن المغرب بكل بساطة هو دولة مجتهدة، تجتهد وتبذل الجهود على مستوى البنية التحتية، على مستوى الفئات الصغرى، على مستوى كأس العالم. المغرب نجاحه لا يمكن أن يضرب فيه أي أحد. نجاحه نجاح منطقي ومعقول، والعالم يشهد، العالم بأجمعه وبأسره يشهد بأن المغرب قوي. وحتى الآن هناك بعض المدربين على مستوى العالم يقولون بأن المغرب مرشح للفوز بكأس العالم، مدربين أوروبيين ومن أمريكا اللاتينية وكذا، في حين أن الأفارقة لا يريدون للمغرب أن ينتصر. الأفارقة
لأنهم يغيظهم أن يكون المغرب في المرتبة الأولى، يغيظهم أن شاهدوا المغرب بمستوى عالمي على مستوى البنية التحتية. الآن لاحظوا أمريكا، هناك مباريات ودية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية أقل جودة، البنية التحتية هناك أقل جودة، التصوير أقل جودة. كأس إفريقيا كان أميز وأفضل من كأس العالم التي ستجرى في أمريكا. إذن على كل، لكي لا أطيل، الآن سوف نتحدث عن قضية حمزة الموسوي. ما الذي حصل بالضبط لحمزة الموسوي؟ هذا الذي يريد أن يعرفه الشعب السوداني والشعب المغربي وكل الشعوب. ولكن مع الأسف هناك بعض المصريين والجزائريين والسنغاليين الذين يصطادون في الماء العكر لإثارة الفتنة بين الإخوة المغاربة والسودانيين. والمشكل أن بعض السودانيين يمشون في هذا الاتجاه مع الأسف الشديد. هناك أشقاء من السودان يعني يعبرون عن دفاعهم عن فريقهم، وهذا أمر مشروع، ولكن هناك البعض الذي يسيء إلى المغرب. فأنا أقول لكم حذاري، لأن الإساءة إلى المغرب هو إساءة إلى التاريخ، إساءة إلى الحضارة. المغرب يمثل التاريخ، يمثل الحضارة. المغرب عندما تقول المغرب تقول الحضارة، عندما تقول المغرب تقول صلاح الدين الأيوبي والذي نصره المغاربة، عندما تقول المغرب تقول باب المغاربة، عندما تقول المغرب تقول الدولة الموحدية والمرابطية، وعندما تقول المغرب تقول الأندلس. فالمغرب له تاريخ عريق جدا. حتى الدولة الحاكمة الحالية، الدولة الحاكمة هي موجودة منذ 12 قرنا، وحتى يعني العائلة الحاكمة منذ 4 قرون. يعني المغرب ليست دولة فتية، المغرب دولة عريقة ودولة مؤسسات، وفريق نهضة بركان أيضا فريق مؤسسات. بمعنى يعني للتوضيح فقط للإخوة السودانيين وحتى السنغاليين، لأنه مع الأسف الشديد السنغاليون ذهبوا في منحى البلطجة. المغرب على مستوى صراعه مع السنغال ذهب إلى لجنة الاستئناف فحكمت لصالحه. أنت كسنغالي اذهب إلى لجنة الطاس، إذا حكمت الطاس لصالحك فبها ونعمت، سنقبل الأمر. وإذا حكمت لصالح المغرب يجب أن تقبل الأمر وأن تعترف بالخطأ. نفس الشيء الآن على مستوى الصراع الموجود الآن على مستوى الكاف بين الهلال السوداني ونهضة بركان. إذا حكمت الكاف لصالح الهلال السوداني وأقرت أي قرار فنقبله، وإذا ذهبنا إلى الطاس أو ذهبوا إلى الطاس مثلا وحصلوا على حقوقهم فنقبل ذلك. يعني لا يجب أن ندخل في صراع فارغ، يعني المسائل القانونية. الآن سنوضح مسألة حمزة الموسوي. حمزة الموسوي الذي حدث له، ماذا فعل حمزة الموسوي؟ أنا شخصيا سأتحدث كإنسان محايد يفكر بمنطقه وعقله، بالمنطق والعقل. يعني سأتحدث كإنسان محايد رغم أنني أحب نهضة بركان، ولكن سأتحدث كإنسان محايد. الذي حصل أن حمزة الموسوي تناول دواء، واسمع اصغي جيدا للأمر. حمزة الموسوي تناول دواء فيه مادة تسمى الكورتيكويد. تلك المادة ممنوعة على اللاعبين قبل المباريات. يعني ذلك الدواء هو دواء فعلا دواء الحساسية، ولكن تناوله قبل المباريات ممنوع. لماذا؟ لأنه فيه مادة يعني مضادة للالتهابات، بمعنى أنها تساعد اللاعب في المباراة. ولكن لم يتناولها في مباراة الهلال السوداني، لا. يعني هذه المادة تناولها يعني في مباراة بيراميدز. جيد، هو تناول دواء، هو يقول بأنه تناول الدواء. هل تناوله كدواء وكان مريضا أم كانت له نية أخرى؟ الله أعلم. أنا ولو أنني يعني من مشجعي نهضة بركان فإنني لا أستطيع أن أحكم على النوايا، أقول الله أعلم. لا أقول أنه فعلا يريد أن يستهلك المنشطات، ولا أقول أنه هذا اللاعب يعني مظلوم وكذا وبريء 100%، لا أقول أي شيء. واضح تماما؟ يعني اللاعب استهلك دواء المفروض أن يأخذه بوصفة طبية وبرخصة يعني من الكاف. أوكي، واضح تماما. إذن يعني لا يمكن أن نجزم ونقول حتى نرى يعني كيف سيكون الحكم مع يعني ضد اللاعب. إذن القضية هي قضية اللاعب، مشكلة اللاعب مع الكاف ومع تلك المنظمة التي تحارب المنشطات، لأن هو ليس بالمنشطات القوية، وإنما دواء فيه مادة، تلك المادة تمنع على اللاعبين قبل المباريات لأنها مضادة للالتهابات وكذا، وحتى وإن كان اللاعب مصابا فإنه لا يشعر بالألم، يعني فقط يعني هذه المادة ممنوعة. إذن اللاعب عنده مشكلة. جيد، الآن سنمر إلى نهضة بركان. هل نهضة بركان له مشكلة ونهضة بركان أشرك لاعبا بطريقة غير قانونية؟ هنا يجب أن نتحدث عن الأمور بشكل واضح. نهضة بركان فريق نهضة بركان لا مشكلة له. لماذا؟
لأن نهضة بركان وصلته مراسلة بأن هذا اللاعب موقوف مؤقتا احترازيا حتى تكون معه جلسة للحكم عليه، يعني لإبداء رأيه وكذا وأقواله ثم الحكم عليه. إذن فنهضة بركان عندما وصلته المراسلة يعني أن اللاعب قد يكون مظلوما قد يكون بريئا، يعني لا نعرف هل هو بريء فعلا حسب الحكم، يعني لم يصدر الحكم. إذا كان توقيف احترازي، فطالب نهضة بركان بأن اللاعب من حقه أن يستمر مع الفريق لأنه الحكم ليس يعني لم يوجد بعد. إذا ما الذي حصل؟ الكاف راسلت مرة أخرى نهضة بركان وسمحت للاعب بالمشاركة مع نهضة بركان ضد الهلال السوداني، وتلك المراسلة كانت قبل مباراة الهلال السوداني يعني بيوم أو يومين. إذا نهضة بركان أصلا كان يرغب في عدم إشراك اللاعب، ولكن بما أن الكاف راسلت نهضة بركان فنهضة بركان من حقه جاءته مراسلة يعني ترخص للاعب بين أن يلعب من الكاف، وموقعة من من؟ موقعة من السنغالي رئيس لجنة الانضباط عثمان كين هو الذي وقع على الأمر. إذا السنغالي وقع على الأمر، وبالتالي نهضة بركان وضعيته قانونية. اللاعب شارك في المباراة بشكل قانوني في المباراة الأولى والمباراة الثانية بشكل قانوني. إذن نهضة بركان لا مشكلة لديه نهائيا، وسيلعب نصف النهائي ضد الجيش الملكي يوم السبت 11 أبريل على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، والإياب يعني في الرباط في المغرب ملعب مولاي عبد الله، ثم في الملعب الإياب سيكون ببركان على يوم السبت 18 أبريل على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي. والكاف قد أعلنت عن يعني مواعيد مباريات النصف. إذا نهضة بركان موقفه سليم من الناحية القانونية، بمعنى أن الأشقاء في السودان الذين يريدون أن ينتصروا ضد نهضة بركان فهم يحلمون فقط، لن يستطيعوا الانتصار على نهضة بركان بالورق، لأن نهضة بركان وضعيته قانونية سليمة جدا. وحتى ولو كان اللاعب له مشكل فذلك المشكل يخصه هو ولا يخص فريق نهضة بركان، لأن نهضة بركان أشركه بشيء قانوني. الآن سنأتي إلى مشكلة اللاعب الآن هل هو بريء أم لا؟ لست أدري، لا أقول لكم إنه بريء ولا أقول لكم إنه متهم، يعني الأمر متروك إلى الجهات المختصة. لاعب يقول أنه تناول دواء وكذا وكان شعر بالحساسية لأنه فعلا عنده مشكل الحساسية، وهو ينتمي إلى منطقة في شمال المغرب، يعني أغلبهم يعني عندهم حساسية بحكم قربهم من البحر، فيعني لديه مشكلة. لست أدري، لا أبرئه، لا أقول لكم إنه بريء ولا أقول لكم إنه مجرم. أقول يعني من الناحية الشرعية لا يجوز أن أتهمه، حتى من ناحية إذا كنت مسلما لا تتهم الإنسان هكذا. أنا لا أبرئه ولا أتهمه، بمعنى أنه ممكن أن يثبت في حقه أنه قصد تناول الدواء عمدا من أجل أن يلعب المباراة ضد بيراميدز، ممكن، وسيعاقب هو وليس نهضة بركان، ممكن. أما نهضة بركان وضعيته سليمة، ولم يعني شارك اللاعب بطريقة قانونية بشكل قانوني بدون أدنى مشكل. جاءته مراسلة رسمية إيقاف اللاعب، ثم جاءته مراسلة أخرى اللاعب يسمح له حتى ننظر في مشكلته، لأن كان هناك موعد مع اللاعب 30 مارس، بمعنى أن اللاعب يعني إذا كان بريئا لماذا نحرم الفريق منه؟ لماذا نضر الفريق؟ وبالتالي لعب عادي جدا. ثم المشكلة تتعلق باللاعب، اللاعب هو المشكل، أما نهضة بركان لا مشكلة له. اللاعب هو الذي سوف يخصص محامي وكذا ويترافع عن نفسه، فإن كان بريئا فهو بريء، وإن كان متهما إذا اللاعب مشكلته لا تتعلق بفريق نهضة بركان، بمعنى أن نهضة بركان سيلعب نصف النهائي بكل بساطة واختصار. أنا أقول مع ذلك أن رغم أن الإخوة في السودان وأنصار الهلال السوداني لا يعني أقول ليس لهم بصيص أمل في أن يمروا إلى النصف النهائي، ليس لديهم أدنى بصيص، ولكن من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يطالبوا بكذا، من حقهم. يعني أي فريق في العالم ولا أي شخص يدافع عن نفسه، فقط يجب احترام المغرب والمغاربة، يجب الاحترام. نحن نطلب الاحترام، لأنه نجد بعض التعليقات وبعض الأشياء التي لا علاقة لها بالواقع. يجب أن تحترم، لأن نحن أشقاء، ونحن يعني من أكثر الشعوب حبا للسودانيين، ومن أكثر الشعوب طيبة وتعاملا مع الآخر. ولكن مع الأسف يعني هناك حرب علينا الآن من طرف المصريين، لأن المصريين كانوا يرون أنفسهم هم فراعنة كرة القدم وهم طغاة في كرة القدم.
فحاليا عندما رأوا المغرب متفوق وكذا وداروا بصورة جيدة شعروا بالحسد والبغض، لأنهم يقول لك أن المغرب بدأ يأخذ مكانة عالمية ونحن يعني في الحضيض. فالمصريين الآن عندهم حقد وغل، أما الجزائريون فغلهم وحقدهم مرتبط بأمور سياسية. هم كشعب شعب طيب، ولكن مع الأسف الشديد مع وجود عسكر يحكمهم ومشاكل إلى آخره ونظام سياسي متسلط عليهم، فهم يتبعون يعني الإعلام الجزائري وكذا. أما هم في الأصل الجزائريون هم شعب طيب عكس المصريين. المصريين هم منافقون، هم يعني معروفون، يعني أغلبهم، لا أقول كل المصريين، هناك من أهل مصر من هم يعني لديهم شهامة ورجولة، ولكن أغلب يغلب عليهم، نقول ما يغلب على أهل البلد. الطبع الذي يغلب على المصريين هو النفاق. حتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أكثر الشحاتين هم من المصريين، أكثر الشحاتين وكذا، وأكثر المنافقين المتملكين على مستوى مواقع التواصل تجيهم يشجعون السودان والهلال، ومنهم من يشجعوا المغرب، ومنهم كذا، ومنهم يتملقون، فهم المصريين عكس السودانيين. لا نجد السودانيين يتملقون للمغرب. السوداني إنسان طيب وذو شهامة ورجولة، اللي معروفة هذه القضية، أن السوداني إنسان شهم وله مبادئ. لكن للأسف الشديد هناك حرب يعني في السودان، هي صراحة هذه الحرب لا نريد أن تكون. صراحة أنا شخصيا ضد الحرب في السودان وضد الإمارات وكذا، وأريد الشعب السوداني أن يعيش في أمن والتئام، لأن الشعب السوداني يستحق الأفضل. إذن باختصار شديد، من حق الهلال السوداني أن يدافع عن نفسه، ولكن خلاصة القول أن نهضة بركان لن يتأثر ولا مشكلة لديه. فريق نهضة بركان ليس لديه أدنى مشكلة، وقد وضحت الأمور بتفصيل. غادي نشوفوا يعني التعليقات. محمد حباني يقول على نهضة بركان أن ترفع دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الانضباط في الكاف السنغالي. يعني المهم غادي نشوفوا. بركان فريق صغير، بركان فريق كبير. لو كان فريقا صغير ما تكلمت عنه أنت، ولا ما أتيت إلى اللايف. لو كان فريقا صغيرا مغمورا لما تكلمت عنه. الكل يتكلم عن فريق نهضة بركان. نهضة بركان الآن وصل إلى دوري أبطال، يعني إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وهو رابع فريق إفريقي على مستوى الترتيب، وحصل على 4 ألقاب إفريقية. يا صديقي، نهضة بركان له مدرسة وأكاديمية من طراز رفيع جدا، والآن أصبح يسيطر على جميع الفئات الصغرى للمغرب. فئة أقل من 21 سنة بقي لها مباراة واحدة على بعد 6 أو 7 مباريات من نهاية الدوري، وسيفوز فريق أقل من 21 سنة بالبطولة 60 نقطة، وفريق الرجاء والوداد 36 نقطة، لكي تعرف أن نهضة بركان فريق كبير ومشروع ضخم، وسيلعب كأس العالم للأندية بإذن الله. أيوب بلال يقول كليت أخويا الحوت لقد أكلت شوية الحوت غادي نشوفوا كاف فاسد. إذا كان الكاف فاسد ممكن أكيد أن فيه فساد، ما نقولكش الكاف ليس فيه فساد، لأن الكاف الذي يحكم على السنغال بعقوبات مخففة، وهم ارتكبوا يعني مخالفات قانونية صريحة وقاموا بالبلطجة في النهائي، فواضح أن هناك فساد، خاصة من لجنة الانضباط. أما لجنة الاستئناف فهي اعتمدت على نصوص قانونية. لجنة الاستئناف اعتمدت على نصوص قانونية واضحة تماما، ليس فيها لبس. ياسر أحمد إن شاء الله اليوم الهلال السوداني. إذا فاز الهلال السوداني، شوف أقول لكم إخوة في السودان، إذا فاز الهلال السوداني قانونيا أنا سأهنئهم، سأكون أول مهنئ على مستوى المغرب، عادي جدا إذا فاز الهلال السوداني. ولكن أقول لكم بكل ثقة بأن نهضة بركان سيستمر في لعب النصف، وإن شاء الله تعالى إذا تأهل سيلعب النهائي. إذا نهضة بركان لا مشكلة لديه أبدا، ما عنده مشكلة نهضة بركان كفريق. اللاعب ممكن يكون عنده مشكل، لأن مشكل اللاعب وليس نهضة بركان. اللاعب إذا ثبت أنه تعاطى للدواء بغرض يعني زيادة الجهد وكذا، ولكن ليس ضد الهلال، هو لاعب ضد يعني هذه العينة والتحليلة كانت ضد بيراميدز. إذا ثبت أنه فعلا كان له قصد أنه يعني يكون يتناول دواء من أجل زيادة المردود، فذلك سيعاقب اللاعب. ما له علاقة بنهضة بركان. وضعية نهضة بركان قانونية تماما. الأخ الكريم يقول، مهم أن نتكلموا نشوفوا بعض الإخوان. أيوب بلال يقول لك أظن أن الإعلام البركاني هو من يعطي مشكل أكبر من حجمه.
الموضوع غير منشور إعلاميا وهو موضوع تافه. لا أخي الكريم أيوب بلال، الموضوع كبير الآن، ليس موضوعا خاص بالإعلام في بركان أو في المغرب. الآن الموضوع وصل إلى الإعلام السنغالي والجزائري والمصري والإخوة السودانيين، يعني الكل يتحدث عن القضية، ومنهم من يستغل الأمر حتى على مستوى المغرب. لاحظوا معي أنه في المغرب بمجرد ما انتشر الخبر بدأت بعض الصحافة الحاقدة على نهضة بركان في إثارة عناوين معينة ضد نهضة بركان دون أن تتأكد من الأشياء، دون أن تتتبع الأخبار، دون أن تعرف مصدر الخبر، دون أن تعرف أي شيء. يعني صراحة يعني هناك حقد كبير من طرف بعض يعني أنصار الفرق وبعض الإعلاميين في المغرب على نهضة بركان. هناك يعني تجيش وحقد، ينتظرون أي فرصة لكي يتحدثوا بسوء عن نهضة بركان، وكانوا يريدون أن يتحدثوا بسوء عن نهضة بركان إذا أقصي نهضة بركان، على الرغم من الإقصاء وارد في كرة القدم، ونهضة بركان كان لديه غيابات مؤثرة، حتى وإن أقصي هذا لا ينقص من فريق نهضة بركان، ولكنهم كانوا يرغبون في إقصائه لكي يقولوا هذا الفريق لا يستطيع، وهذا الفريق كذا، وهذا الفريق فاشل، وهذا الفريق هو فريق الكاف. يعني كانوا يريدون يعني سقوط نهضة بركان، ولكن نهضة بركان أثبت للجميع أنه بشخصية البطل من قلب كيغالي، من قلب كيغالي يأتي بالتأهل رغم تضييع ضربة الجزاء، فيأتي منير الشويعل ويسجل هدفا رائعا بقنطرة صغيرة في مرمى يعني سفيان فريد ودراغو. هل منير الشويعل ارتكب خطأ؟ المؤسف جدا في إدارة الهلال السوداني مع الأسف الشديد، فريق الهلال السوداني يعني صراحة مؤسف ومضحك في نفس الوقت. كيف يعني يقولون في البداية نحتج على التحكيم وليس هناك ضربة جزاء، ثم يقولون في البيان الأخير اللاعب شارك في المباراة وتحصل على خطأ جاء منه الهدف. على كل يعني يريدون بأي وسيلة مع الأسف الشديد، وسبب فشل، أنا أقول للإخوة السودانيين، سبب فشل الكرة السودانية هو التسيير. لأن لو كان لديكم مسيرين حكماء وعقلاء ولديهم فكر استراتيجي لما وصلتم إلى هذا المستوى، لأن الهلال السوداني رصدت له إمكانيات كبيرة وضخمة في السابق وفي الماضي وحتى في الحاضر، لأن فريق الهلال السوداني يمثل دولة السودان، له كل الإمكانيات المادية. الهلال السوداني أكبر من نهضة بركان على مستوى الإمكانيات المادية، لا مجال للمقارنة بين نهضة بركان والهلال السوداني. فريق نهضة بركان فريق صغير على مستوى الميزانية لكنه كبير على مستوى الإنجازات، فريق فيه مكتب مسير صغير ينتمي إلى مدينة صغيرة. الهلال السوداني مجلس إدارة وكذا ورئيس هنا ورئيس هناك والكثير من الطاقم الإداري ومع ذلك فريق الهلال السوداني لم يحصل ولا على أي لقب إفريقي. هنا الفرق بين في التسيير، الفرق في التسيير. هناك إمكانيات مادية ولكن مع الأسف الشديد لا تستغل لصالح نادي الهلال أو المريخ السودانيين، هذه حقيقة. نهضة بركان فريق بتسيير احترافي في ظرف وجيز حصل على عدة ألقاب محلية وإفريقية، وربما يعني نهضة بركان سيصل إلى العالمية عبر تفريغ مجموعة من اللاعبين. الآن فريق نهضة بركان يتوفر على لاعبين كبار يعني على مستوى الفئة الصغرى، يعني لاعبين متميزين، من بينهم الظهير أيمن لأقل من المنتخب أقل من 17 سنة أيمن الطاهري. مؤخرا ظهر أيمن الطاهري الظهير أيمن الذي شارك في دورة شمال إفريقيا وفاز المغرب، شارك في فوز المغرب، فاز المغرب على مصر وعلى تونس وعلى الجزائر. المغرب المحارب من طرف المصريين والجزائريين يفوز على تونس وعلى الجزائر وعلى مصر، وليبيا لم تحصل على أي نقطة. وإذا جمعت كل نقاط الفرق ستجد أن المغرب عدد النقاط مع الأهداف أكثر من كل الفرق الأخرى مجتمعة. المغرب حصل على 9 نقاط، الفرق الأخرى الأربعة حصلت على 9 نقاط، والأهداف المغرب زائد والأخرى لديهم ناقص. بين أن المغرب متفوق، نهضة بركان فريق متفوق، تسيير احترافي، لقجع أفضل رئيس في تاريخ إفريقيا على مستوى التسيير، وربما من الأفضل على مستوى العالم. فريق يعني رجل حكيم يدرك معنى التسيير ويشتغل، والحمد لله النتائج موجودة على مستوى الأندية والمنتخبات إلى آخره، التكوين البنية التحتية على جميع الأصعدة، حتى على مستوى الصراع القانوني موجود.
المهم أخوتي الكرام، نهضة بركان، سعيد محمد جاك يقول تأهل بمساعدة التحكيم. أخي الكريم، لو في أم درمان، طيب لو في أم درمان، أولا نهضة بركان في المباراة الأولى كانت ضربة جزاء مستحق واضحة تماما. في المباراة الثانية الهدف جاء بقنطرة صغيرة في مرمى ودراغو. هل القنطرة الصغيرة حرام؟ هل الحكم هو الذي ساعد ودراغو على فتح أرجله من أجل أن تدخل الكرة؟ أجبني. ثم أنت تقول ودراغو تقول أم درمان، عفوا. نهضة بركان فاز في أم درمان سنة 2018 ضد الهلال السوداني، فاز بثنائية ل0. فاز على الهلال ب1-0 في بركان، ثم عاود الانتصار هناك في أم درمان بثنائية. أم درمان الملعب الشرس الذي لا تفوز فيه الفرق، حتى الأهلي لا يفوز في أم درمان، فجاء نهضة بركان ففاز بثنائية. نهضة بركان هذا الاسم كبير جدا. نهضة بركان في أولى مشاركاته على مستوى الإفريقي فاز ضد النادي الإفريقي ذهابا وإيابا. ذهابا 3-1، ثم إيابا فاز من قلب رادس ب1-0. إنه نهضة بركان الفريق العملاق. نهضة بركان على مستوى الكاف هو النادي المغربي الذي يفوز على جميع الأندية المغربية على الصعيد الإفريقي. فاز على الوداد الذي كان في عز تألقه وكان حاصلا على دوري الأبطال، فاز عليه بثنائية في السوبر الإفريقي. فاز على الرجاء في كأس الكونفدرالية ب4-2 من قلب الرباط. لعبت المباراة في الرباط آنذاك. نهضة بركان هذا فريق قوي جدا، ولا له تجربة وله شخصية قوية. الفريق البطل نهضة بركان لم ينهزم ولا مرة واحدة داخل ميدانه على الصعيد الإفريقي. الفريق الوحيد الذي كاد يهزم نهضة بركان هو الهلال السوداني بحكم الغيابات المؤثرة، فكان الفريق الوحيد الذي كانت لديه فرصة واضحة لكي يفوز على نهضة بركان في بركان هو الهلال السوداني، فلم يفعل ولم ينتصر بسبب سذاجة لاعبيه. الهلال السوداني فعلا ضيع التأهل بسبب سذاجة لاعبيه، لا في مباراة الذهاب ولا في مباراة الإياب. الآن فريق نهضة بركان رجع مصابوه، وبالتالي سينتصر بإذن الله ضد الجيش الملكي، لأن نهضة بركان أقوى. نهضة بركان أثبت السنة الماضية بأنه أقوى ويمتلك لاعبين بخبرة عالية. كان هناك غيابات، أغلب اللاعبين رجعوا من الإصابة. سترون نصف نهائي مختلف تماما، وإن شاء الله نهضة بركان يمر إلى النهائي ويحصد اللقب الأول في أول مشاركة له في دوري الأبطال. على كل أحبابي الكرام، وضحت الأمور فيما يخص القانون. قلت سأختصر باختصار. اللاعب تناول دواء فيه مادة الكورتيكويد، تلك المادة محظورة بالنسبة للاعبين قبل المباريات. هذا الدواء تناوله قبل مباراة بيراميدز وليس الهلال السوداني. طيب، تلك المادة محظورة. هل هو تناول الدواء من أجل الحساسية كما يقول، أم من أجل أن يتجنب الآلام؟ لست أدري، لا أقول لا هذه ولا تلك لأنني لا أعلم الغيب. طيب، أما نهضة بركان كفريق، أشرك اللاعب بناء على رخصة من الكاف قانونية، لأن اللاعب كان لديه جلسة استماع ولكن لم يكن قد اتهم بالأمر أو حكم عليه. كانت لديه جلسة استماع. إذا نهضة بركان موقفه قانوني، أشرك اللاعب بناء على رخصة من الكاف. واضح، لا إشكال. نهضة بركان اللاعب قد يكون لديه إشكال أو لا يكون له، لا يهم نهضة بركان، لا يؤثر، لن يؤثر سواء حكم عليه أم لم يحكم عليه. فاللاعب لا علاقة له بمسار نهضة بركان الذي سيلعب نصف النهائي يوم السبت 11 أبريل بالرباط على الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، ثم يعود الإياب في بركان السبت 18 أبريل على الساعة 8 كذلك مساء. تحياتي للجميع وتبارك الله عليكم. ومن لا أطيل، السلام عليكم. أمور واضحة تماما، الله يبارك فيكم. وتحياتي للجميع، سواء الإخوة الأشقاء المتابعين الأوفياء نتاع البراكنة أو الإخوة المغاربة اللي كيحبوا نهضة بركان، كذلك الإخوة السودانيين. مرحبا، نحن المغاربة ليس لدينا أي عقدة نقص. ما عندنا شنو عقدة نقص، ولو خسرنا بالقانون سنعترف بدون أدنى مشكل. مغاربة نحن
للأسف الشديد نوجد في المستنقع الإفريقي بكل صراحة، لأننا متحضرون حضارة كبيرة جدا وعقلية مختلفة، فنوجد في مستنقع إفريقي تطغى عليه الأوحال مع الأسف. تحياتي للجميع وتبارك الله عليكم، وديما نهضة بركان، ونراكم إن شاء الله تعالى يوم السبت المقبل في النصف النهائي الذي سيجمعنا بالجيش الملكي بإذن الله. والجمهور البركاني إن شاء الله سيذهب إلى الرباط، من يستطيع الذهاب فليذهب. ثم أيضا في بركان سيكون الملعب ممتلئا عن آخره، ونرجو من الجماهير السودانية أن تشجع نهضة بركان ضد الجيش الملكي، وأن تكون فرحة لأنها أقصيت على يد فريق بطل قوي جدا، وقد يكون هو بطل دوري أبطال إفريقيا. السلام عليكم وتبارك الله عليكم، وتحياتي للجميع.